لانه كان في عنده فرح وبدها اياه يغني لها لانه هو مطرب. وانت لازم تعرفي يعني شو اسمه ظروف المطربين يعني وظروف المطرب، يعني بيكون في شغل بيحكي مع سيدات بيحكي مع مهم. تفضل حسبه احكي لها للمدام صارت هون والكم 8 اشهر ما شفتوا بعض، تفضل احكي لها علي صوتك. السلام عليكم مدام هويدا. وعليكم السلام. كيف اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. عن جد انا اسف كثير جدا جدا. ما المقصود اني خنتك، ما المقصود اني انا مثلا حبنا اللي كان يبعد او ينتهي في طريقه معينه. عن جد الثمان شهور انا اللي ما شفتك فيها والله عن جد بحلف لك، يعني لو الركوع لغير اله لو كنت انا ركعت لك انت. فعن جد سامحيني، فانا اسف كثير جدا جدا. ممكن سامحيني عشان بنتنا الاخيره الواحده دي. انا من هنا بقول لك والله اسف، عن جد اسف، اسف كثير، واتمنى منك النهارده قدام الجمهور ده تحاولي تسامحيني. انا خليت في حقك، وانا متاكد الحب الاول ما في خيره اصلا. فاتمنى انك تسامحيني قدام الجمهور. يعني هلا انت فيك تصارحيه تحكي اللي عايزاه، انت عندك مطلق الحريه، قولي له اللي انت عايزاه. اللي شيء ما قدرتي تقولي له اياه بالثمان شهور قوليه هلا. عايزه اعرف اعمل كده ليه؟ عايزه اعرف اعمل كده ليه؟ ماشي. مش المقصود اني مثلا اجرحك، وانت عارفه ظروف المطربين شنو، يعني عارفه ظروفي الخاصه بي شنو. فيا ريت يا ريت من اللحظه دي واحنا ماشيين تحاولي تفهمي ظروفي شنو. يعني لو جاء التليفون من ست او لو جاء التليفون من شاب او لو جاء من ايه، انت عارفه انا كظروفي مطرب. طيب خليني انا اسال عنك، اسال ست هويدا، وانت عملتي ليه كده؟ ليه تركتي البيت؟ انا من حق اترك البيت. ليه؟ ليه؟ هو يخونوا انا اقعد معاه في كيف البيت؟ عرفتي انه خاني؟ بالتليفون. تليفون؟ واحدة ست بتقول له انزل ناطرتك تحت بيكون خيانة؟ خيانة، ما من حقي. مش كده اعرف فيها مين دي؟ بتضيعي زوجك ابو اولادك وكذا بتضيعيه هيك على تليفون؟ ما هو اللي ضيعنا اول. لا ما هو عم بيقول انه ما فيش علاقة. كان يخبرني جاي له تليفون من ست ولا بركي ناسي. شو اوام حكمتي عليه اعدام؟ ما اوام كان المفروض يبص على ابنه اللي طيب هلا انت شفتي مثلا في شيء عليه، مثلا شفتيه بيحكي بالتليفون مع حدا، استفسرتي تبعتي اخباره، هل عنده علاقات تانية مع نسوان مع كذا؟ لا مش عنده علاقات فاذا مع نسوان ولا اي حاجه، لكن بس التليفون ده شويه بس التليفون. بس انت عقلك دماغك يعني وما على كان التليفون يبص على ابنه، ضبيتي اغراضك ورحتي لاهلك؟ ما هو يبص على ابنه اللي جاي. ما هو بده يبص الرجل بس تركتي البيت ورحتي. ما هو اللي يجي ويسامحني هو لازم يجي. لازم يجي. ليه ما رحت لعندها وسامحت وطلبت السماح؟ رحت لها لكن هي مش كانت عاوزه تقابلني على حسب حاول. انت مش عايزه تقابليك، انت مش عايزه تقابليك. انت اكثر من مره. انت كبرتي راس وكبرتي القصه وما كنتش عايزه تقابليه. زعلانه منه. زعلانه؟ بعدك زعلانه الى اليوم؟ الى اليوم زعلانه. الى اليوم زعلانه؟ الى اليوم. طيب هلا اجى هالزلمه، اجى هيك ببراءة الأطفال في عينيه، بقى اجى يطلب منك الاعتذار والسماح. يجي بعد 8 شهور؟ يا ست هويدا انت وجهك ضحوك يعني مبتسم، بس بعرف انك حزينة مجروحة في الداخل شديد. وبدي اشكرك على مجيئك، انك حبيتي تجي على الاستوديو. شكرا لك. توقفي قدام الناس ومش عارفة ايه الخبر وايه الموضوع، بقى مشكورة. بس هذا الرجل يعني عم بيبين عن محبة وعن صدق وعم بيعتذر وبده يرجع للبيت ويرجع لك، ترجعوا لبعض. هل انت مستعدة؟ بدك تسامحيه بالاول، لانه اصلا من وجهة نظره هو لم يرتكب ذنب، يعني ما صار في خيانة.
انت فكرتي انه في خيانه، بس هو ما صار في خيانه حسب قوله يعني، وانا بصدقه لانه صادق. شو بدك يعني، طلب حب انه يرجعك ترجعوا لبعض من خلال هالبرنامج، ومشكورين، وانا بدي اشكره طبعا على ثقته، وبتامل انه ترجعوا لبعض، خاصه انك يعني على باب الولاده ان شاء الله بالسلامه. فايه رايك؟ والله رأيي كان إن شاء الله تم 3 شهور 4 شهور 5 شهور يجي هو يعتذر، نعم. لكن بعد 8 شهور إيه طيب، يعني ان تاتي الامور متاخره خير من ان لا تاتي ابدا. طيب افترضي لو كان عنده وحده وراح وما عادش رجع، مش افضل انه يجي بعد 8 اشهر؟ 8 شهور 8 شهور مش كثير. ما عنده ظروف وما عم بيشتغل كمان. والله فعلا بيشتغل، لكن برضه شغل ما هم من ابنه اللي اياه. ما هم يا ستي. طيب يعني فكري انت بالموضوع، فكري اذا كان بيعني لك، لانه شفتي كيف بالمكتوب اللي قريت لك اياه ذكرك هيك بالذكريات القديمه وبالمحبه اللي كانت موجوده بين بعضكم، واذا كان بعده بيعني لك، واذا له مكان في قلبك بعد، فيك تسامحي وترجعوا لبعض. هلا ترجعوا على البيت تشوفوا الاولاد، والا كل واحد بيرجع على بيته. ايه رايك؟ وانا اقول لابنه اللي جاي ده ايه يعني؟ هو ابن ان شاء الله؟ قول له ايه؟ قال له ابوك كان خاين؟ لا ما لك حق تقولي بقى خاين. ليه ما لي حق؟ انت لانك ما شفتي شيء. ايه؟ ما شفتي شيء. انا شفت تليفون. انت ظنيتي شفتي التليفون. ست تلفنت له قالت له انزل. هي ست؟ واذا ست ممنوع يحكي مع ست؟ ممنوع يحكي مع ست. طيب هي بتتفق انت وياه، قولي له اذا بدك ترجعي له حطي الشرط عليه من هلا، ممنوع يحكي مع ست. فيك تكلميه، قولي له طلعي فيه. ما عايزك تحكي مع ست تاني. سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. وبوعدك من اليوم ان شاء الله ما حمسك معك. نفسي انا اطربك انت في البيت لوحدك يعني. وكمان ما عايزك تسيب شغلك. طب انت ما عايزه تخليني تسيب شغلي؟ اي. طيب وعدك خلص مش هيحكي مع ست، حتى لو كان في عنده شغل وفي عنده حفلات وستات مش عايز بقى. منيح كويس هذا الشرط؟ شو بدك شي تاني؟ والله منيح، لكن خاتم الماظ؟ ما خاطب الماظ، لكن رجعته براها هي اصلا بالدنيا، لكن برضه. طيب شو قولي لي، بدك تسامحيه ولا لا؟ والله يعني اشوف، فكر شويه. تفكري شوي؟ طيب يلا فكري احكي. بدها تفكر، يمكن تغير فكرة. انتبه، يعني هي حابة تصالحك بس يمكن تغير فكرة. احكي لها حتى ما تفلت من ايدك هلا. مدام هويدا. نعم. ولكن انت الزورة اللي انا بحلم بيها، ليا سنين صابر راجيها. بوعدك من الليلة ان شاء الله لو طلبت الدنيا كلها هجيبه تحت قدميك. والحاجة الثانية بوعدك عشان بناتنا، عشان العائلة شايلينه في البطن ده، تحاولي قدام الجمهور ديل تحاولوا تسامحيني. وبوعدك قدام الجمهور من اليوم انا ما حمسك معك اصلا. من اليوم ما حمسك معك. ما ايه؟ ما حتمسك ايه؟ ما حمسك معك، يعني ما هغني خالص. لا بس بدك تغني هلا. غني لها هلا ليه؟ بدك تغني لها والا ما راح تفتح الستار. ايش بدك تغني لها؟ صوته حلو؟ صوته حلو؟ شديد. بيغني كويس شديد؟ بيغني. والله شوف معجبي كمان. يلا شديد، حرمت من صوتك
يا حسبه لك 8 اشهر. بقول لك السواقي النايحة نص الليل حنين والدنيا ممزوج في بكاها زي طيورا في الفروع. بدي اسمع، مش عم بسمعها انا، غنيها تشوف. السواقي النايحة. السواقي النايحة. نعم. ايه ممكن اغني لك بلحني عشان ايه لحنك؟ اطربها هي من قبل الجمهور. ايه يلا اطربها هي. السواقي النايحة نص الليل حنين والدنيا ممزوج في بكاها زي طيورا في الفروع محتارة بتفتش جناها البيوت والناس بتزعل. والله العظيم ما بقدر. خلص شو مالك؟ اقعد. نفسي المدام والله خلاص. طيب اقعد. اتحطمت تماما. بعد اسمع حسبه، بعد لسه ما صالحت. نفسي المدام والله. بعد ما صالحت المدام. اقعد. اطربك؟ اطرب لي بعد عذاب. اطربك بعد عذاب؟ بدك بعد يطربك؟ يلا غنينا البامبو السوداني. ما حافظه. ما تعرفها؟ ما حافظه، لا يعني مش حافظه كله. مش حافظه؟ لا جرستنا. مش حافظ. ما بيعرف يغني البامبو السوداني، ما ترجعي له خلص. قلت لك ما بيعرف يغني وتقول لي ارجعي له. ما يعرف يغني ها؟ وارجع له ازاي؟ لا ترجعي له. اه يلا بدك تصالحيه؟ انت راجعتي له. اوكي مسامح كريم. ها؟ اسامحه المسامح كريم. يلا تعال وكيله هنا لازم يجي يسلم عليك. تفضل.